ومع دائما المجهودات من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني، مصنع جديد للإسمنت بولاية أم البواقي بقدرة إنتاجية تفوق 2,000,000 طن سنويا تراهن عليه الدولة للحد من نقص مادة الإسمنت في السوق الوطنية، ومنه تقليص فاتورة الاستيراد واستحداث مناصب شغل. تقول سابرينا بالحيتي. مشروع مصنع الإسمنت الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 600 هكتار بأم البواقي واحد من المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة حال انتهاء أشغال إنجازه، إذ سيقضي على ندرة مادة الإسمنت ويحد من استيرادها، خاصة وأنه يقع بجنب منجم للكلس على مساحة 64 هكتارا يضم حوالي 368 مليون طن التي تشكل 70% من صناعة الإسمنت، وسيساهم المصنع في استحداث عدد كبير من مناصب الشغل. المصنع راح يخلق لنا حوالي 450 منصب عمل مباشر، راح نوفروا لهم تكوين بمبلغ 450 مليون دينار، وعن طريق مقاولات المناولة حوالي 200 منصب شغل. المناصب غير مباشرة راح نوصلوا ممكن إلى 2000 منصب شغل. في هذا المشروع هذا كل المعايير البيئية أخذت بعين الاعتبار في الدراسات الأولية والنهائية. ليميسيون دو بوسيير انفيريور 10 ملغ في نورمال متر كوب. من المفروض أن في آفاق 2019 في أوائل الشهر يدخل حيز الإنتاج. مرحلة متقدمة بلغتها الدراسات والأشغال على مستوى المصنع بإشراف من المؤسسة المنجزة والرائدة في مجال إنجاز مصانع الإسمنت الفرنكو ألمانية. تتقدم الأشغال بوتيرة جيدة، ومن المنتظر أن يتم تسليم مشروع مصنع الإسمنت في الأجال المحددة. نسبة الدراسات المتعلقة بمختلف جوانب المشروع بلغت 50%، أما عمليات الحفر فستنتهي خلال الشهر الجاري. الجديد في هذا المصنع هو طريقة إنجازه وتقسيمه إلى قسمين، قسم للإنتاج وآخر للتسويق، إضافة إلى التنظيم المحكم الذي سيسير عليه إلى جانب مراعاته لشروط البيئة والمحيط الذي يوجد فيه.